السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم فيديو جديد وهنعمل الفراخ المشوية اللي على الستاند. شايفين التتبيلة الروعة دي ولونها الفظيع ده؟ يلا بسرعة كده على الفيديو نشوف عملنا الجمال ده ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معايا فرخة حسب الوزن بقى، كيلو ونص، 2 الا ربع، 2 كيلو، حسب عدد افراد الاسرة. هحط عليها ايه؟ بصلاية كده، بصلاية متقطعة، عليها كده ايه، معلقة ونص ملح كده، فلفل اسود معلقة، يعني معلقة كده مليانة، معلقة من الزعتر، معلقة من البابريكا، تمام، معلقة من البصل البودر، معلقة كمان من الثوم البودر. حطيت معلقة من كل حاجة، تمام. عليهم ايه؟ عليهم عصير ليمونتين، عصير ليمونتين. معاهم الشطة الحلوة دي، لو انتم ما بتحبوا الحاجة حامية عادي حطوها، مش بتحبوها استغنوا عنها. احنا حطينا بابريكا اهي. هضربهم كويس قوي في الكبة، انعمهم خالص. عايزة الخليط دون يبقى ناعم جدا. كمان في حاجة نسيت احطها، معلقتين من الزيت. اضربهم كلهم، كل الخليط ده كده مع بعضيه. اضربهم بقى كويس كده مع بعض. عاوزاه خليط ناعم خالص. بقى الخليط ناعم بالشكل ده اهو. ده اللي انا هتبل بيه الفرخه. تاكلي بقى فرخه مشويه طعمها تحفه جدا. لو انتي مفيش عندك الشبكه اللي في الفرن اللي هي الجريل اللي بتشوي عليها الفراخ، عادي ممكن تجيبي الأداة دي، بتتباع من عند يعني اسواق 7.5 والكلام ده، سعرها مش غالي خالص. ممكن مفيش عندك تعمليها على ازازه، مفيش مشكله، تمام. اخدها بقى اتبل الفرخه حلوه قوي بالخلطه دي من جوه بقى، من تحت الجلد. طبعا الفرخه تكوني غسلاها حلوه قوي. دخلي التتبيله كده من تحت الجلد، حاولي تتبليها حلوه قوي. هو ده اللي هيديها الطعم وهيديها النكهه في الشوي. من كل حته تتبليها، ومن هنا كمان من تحت الورك دخلي التتبيله فيها في كل حته فيها. وتدخلي التتبيله كمان من هنا، من عند الرقبه هنا، في كل حته. ما تسيبيش حته غير ما تحطي فيها التتبيله بالشكل ده. ومن بره طبعا ومن جوه اهي. تبلتها اهي خلاص كويس. اجي بقى اعمل ايه؟ اجيب صينيه ويكون فيها جزر، يكون فيها كرفس، يكون فيها روزماري، اي منكهات انتي بتحبيها بالشكل ده، واحط الشبكه دي كده بالشكل ده، واقعد فيها الفرخه اهي بالشكل الجميل ده. دي الرقبه هسيبها كده جنبها. نزل كل برضو التتبيله دي كلها كده من جوه بالشكل ده. وبعدين حطيت كده مطرح الخلطه واللي انا فرمتها نص كوبايه ميه وبضيفها هنا
ممكن تضيفي شرايح ليمون او الليمون اللي انت عصرتيه القشره، بتدي نكهه حلوه قوي بالشكل ده. تمام. ادخلها بقى على فرن اكون مسخناه درجه حرارته ايه، درجه حرارته تكون 200. لو انت فرنك اعلى من 200 240 حطيها في الاول اول ربع ساعه على درجه حراره عاليه، وبعد كده بتهدي. تاخد معاكي يعني لو فرخه وزنها كيلو ونص هتاخد معاكي ساعه. بعد ساعه هتطلعها تلاقيها زي الفل. كيلو ونص بعد ايه، بعد التنظيف يعني. كيلو ونص بعد إيه، لحم صافي توزنيها بعد ما تنضفيها كل حاجه لحم صافي كده. لو كيلو ونص هتاخد معاكي ساعه. انا ادخلها الفرن اوريها لكم اول ما تطلع بامر الله. اهي ما شاء الله لما طلعت من الفرن لونها تحفه ومستويه جدا. شايفين لونها ما شاء الله تبارك الله. اتمنى ان الوصفه دي تكون عجبتكم لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نتقابل في وصفه تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.